عايز تعرف ليه سابك؟ ليه الطرف التاني سابك بعد ما كنت بتعمل كل اللي تقدر عليه؟ كل وقتك حرفيا كان ليه، طاقتك، مجهودك، اهتمامك، إخلاصك، حاجات تانية كتير، كل ده ما فرقش وسابك. هو سابك علشان سبب واحد وهشرحه في الفيديو ده، ويمكن مش هتحب اللي هقوله بس مش فارقة معايا علشان لازم تفهم انت غلطت في ايه، فاسمعني للآخر لأن الكلام ده ممكن ينقذك من سنين وجع. انت طبعا بقيت تسأل نفسك نفس السؤال كل يوم، كنت ممكن اعمل ايه تاني؟ المشكلة خالص مش في كل الحاجات اللي عملتها، المشكلة كانت في النية ورا اللي عملته. انت ما كنتش بتعمل كل الحاجات دي بثقة، انت كنت بتعملها بخوف. ببساطة اكتر اللي انت عملته انك كنت بتدي اكتر، بتحاول اكتر، بتضاعف المجهود على امل ان المجهود هيساوي الحب. بس الحب مش كده، الحب حاجة مش منطقية، هو احساس بيجي، فانت طبعا خايف تخسره فحاولت تشتري حبه ليك. المشكلة هنا انك مهما عملت علشان تخليه يحبك عمر ما ده هيحصل، لان المجهود ما بيخلقش احساس. فهو ما سابكش علشان كنت كويس زيادة عن اللزوم، هو سابك او هي سابتك علشان في اعماقها ما بقتش حاسة بحاجة، فلازم يحس بالحب. والحقيقة ان الانسان بيحس بالحب لما يبقى مع شخص عارف هو مين كويس، سواء الطرف التاني ده موجود في حياته او لا. واللي بيخلق الإحساس ده هو القيادة، الحضور، الثقة بالنفس، الشخص اللي مش محتاج يثبت قيمته بأي شكل. ده بيخلي الطرف التاني يحس بالأمان والجاذبية. أنت نسيت نفسك، نسيت تبقى ثابت في مكانك، بقيت بتحاول تكسبها بدل ما تسيبها تحس بيك. الطرف التاني هيحبك علشان هو شايفك، مش علشان هو محتاجك.